فيديو جديد من فيديوهاتنا. عندنا ثلاث اسامي او 3 وظائف بنتلخبط ما بينهم. هم ايه؟ اول حاجه inspector، ثاني حاجه investigator، واخر حاجه conductor. الثلاثه معناهم مفتش. طيب ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ نيجي لاول حاجه مع بعض وهي الانسبكتور ده مفتش او مراقب. طيب ده كل مهمته ايه؟ كل مهمته يراقب ان الناس دي ايا كان الناس دول مين بيعملوا الشغلانه بتاعتهم صح، يتاكد ان اللي بيعمل الحاجه دي بتتم على اكمل وجه. طيب فمثلا اقول ايه؟ inspectors reported that young pupils can't read. اوكي، بيقول ايه؟ بيقول ان المفتشين بلغوا ان الولاد التلاميذ الصغيرين مش بيعرفوا يقروا. طيب يبقى ده كان مفتش فين؟ كان مفتش في قلب المدرسه. نيجي بعد كده الانفستيجيتور ده المفتش او المحقق. ايوه ايه يعني؟ كل مهمته ان هو يكتشف الجرائم. زي مثلا اقول ايه؟ I want to be an investigator، انا عايزه ابقى investigator. نيجي بقى للكوندكتور. ايه الكوندكتور ده؟ معناه مفتش، بس مش اي مفتش، ده مفتش جوه قطر بيتاكد ان كل حاجه ماشيه تمام، اللي هي موضوع ايه بالذات؟ التذاكر. فاقول ايه؟ I work as a conductor، انا بشتغل ككوندكتور، بشتغل مفتش في القطر. خلاص اتفقنا، عرفنا الفرق ما بين الثلاثه.